sehr, Sie jetzt bitten zu dürfen, vor dem Europäischen Parlament das Wort zu ergreifen. Bitte schön. Assalamu alaikum. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Morgen. Shalom. بسم الله خالقنا جميعا الذي خلق الإنسان من طين واحد من التراب أوجدنا وبروحه جعلنا نحيا فمصدر الطاقة الذي نعيش به جميعا مصدر واحد، فنحن جميعا صنع الله. لذلك أحييكم باسم يا إخوتي، يا إخوتي في الأرض، يا إخوتي في الروح، يا إخوتي في الإنسانية. صاحب السعادة الرئيس هانز جيرت بوترينغ رئيس البرلمان الأوروبي، سيداتي سادتي أعضاء البرلمان، الحضور الكريم، جئتكم من بلاد ما اخترت أن أكون فيها أنا، إنما اختارت السماء أن أكون من أبنائها. هذه الأرض التي نسميها الأرض المباركة، بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل. هذه الأرض التي تلقت كل حضارات الروح من السماء. ففي أرضنا أيها السادة كان إبراهيم يمشي، وفي أرضنا أمن موسى وعاش بسعادة، وفي أرضنا ولد عيسى عليه السلام، ومن أرضنا صعد إلى السماء، وإلى أرضنا جاء محمد من مكة ليصعد إلى السماء. لذلك أرجو أن تستوعبوا معنى الأرض التي أشرقت عليكم بالنور جميعا. فنحن يوم كنا مسيحيين وإبراهيميين وموسويين ومسلمين حملنا الرسالة للعالم كله ضياء ونورا وسعادة. لذلك أشكركم جدا من كل قلبي، وأشكر سعادة رئيس البرلمان الذي جعلني أفتتح هذا الحوار الثقافي في عام هو عام حوار الثقافات. وأصر على كلمة الثقافات لأنه ليس هنالك حضارات، إنما هنالك حضارة واحدة. فالثقافات هي التي أثرت وأغنت حضارتنا الإنسانية. الحضارة أيها السادة هي من صنعنا، نحن صنعنا الحضارة. هذا البرلمان لم يبنيه مسيحي فقط،
ولا يهودي ولا علماني ولا مسلم، بناه الإنسان. فهذا رمز حضاري لبناء الإنسان. فكلنا نبني حضارة واحدة اسمها الحضارة الإنسانية. لذلك نحن في منطقتنا لا نؤمن بصراع الحضارات أبدا، فالحضارة واحدة في الكون وليست متعددة، إنما الثقافات هي التي تتعدد. لذلك تعالوا لنرى مع من تصطدم الحضارة. إن الحضارة تصطدم مع الجهل، تصطدم مع الإرهاب، تصطدم مع التخلف. أما الإنسان المثقف أيا كان دينه وأيا كانت ثقافته فهو يمد يده إلى يدي لنبني الحضارة الإنسانية. لهذا حينما وصل الإنسان إلى القمر بحثت عن أسماء من عملوا في وكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء السوفيتية يوم كانت سوفيت، فوجدت أن أبناء الوكالة ليسوا كلهم أمريكان وليسوا كلهم روس، إنما هم أوروبيون، إيطاليون، ألمانيون، فرنسيون، بلجيكيون، عرب، هم الذين بنوا حضارتنا التي وصلت إلى الفضاء. فلذلك تعالوا لنعيد النظر في كلمة صراع الحضارات، فإنها خطيرة، لأن الحضارة لا يمكن أن تبنى بمعزل. فمن بنوا الأهرامات هم أجدادنا جميعا، ومن بنى برج ليزا هو جدنا، ومن بنى أيضا أهرامات تشيلي أيضا من أجدادنا. فالحضارة واحدة. الأمر الثاني، هل الحضارة لها دين أم الحضارة ثقافة إنسانية يصب فيها الدين ليعطيها قيما وأخلاقا؟ فليس هنالك حضارة إسلامية ولا حضارة مسيحية ولا حضارة يهودية، فالدين يعطي الحضارة قيما وأخلاقا، أما الحضارة فنحن نصنعها. الدين صنعه الله، أما نحن نصنع الحضارة، فالحضارة صنعنا والدين صنع الله. لذلك أرجو أن لا تقيدوا الحضارة باسم واحد، إنها صنعنا جميعا والدين صنع الله. من يصنع الحضارة؟ الإنسان. أنا وأنت. أنا وأنت من؟ هل أنت غيري؟ هل أنت الآخر؟ لا، أنت لست الآخر، الحيوان هو الآخر. أما أنت فأنت أخي، إن كنت من أي دين أو من أي لغة، فأمي هي أمك وأبي هو أبوك، وأمنا الأرض وأبونا آدم عليه السلام. لذلك تعالوا نربي جيلا جديدا يؤمن بأن الآخر هو الحيوان، أما الإنسان إن كان من أي شريعة كان أو من أي بلد كان فهو أخ لي، ودمه دمي، وروحه روحي، وفكره فكري، وحريته حريتي، وثقافته مختلفة عن ثقافتي، لنبني الحضارة في الكون. لهذا لا نؤمن نحن أيضا في منطقتنا بتعدد الأديان، ليس هنالك عدة أديان. إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد جاءوا بدين واحد، قداسة الله وكرامة الإنسان. أما الشريعة القانون فهو مختلف من زمن إلى زمن، فيمكن أن تتعدد الشرائع ولا يمكن أن يتعدد الدين. فإلهنا
وإلهكم إله واحد ونحن له مسلمون متمسكون. لذلك لا يمكن أن يكون هنالك صراع ديني. ومن هنا أصل إلى أنه لا يوجد حرب مقدسة. أنا لا أؤمن بالحروب المقدسة، فالحرب لا تكون مقدسة أبدا، إنما السلام هو المقدس فقط. لذلك تعالوا نعلم أبناءنا في المدارس وفي الكنائس وفي المعابد وفي المساجد أن المقدس الحقيقي في الكون هو الإنسان، وليست الكعبة هي المقدسة فقط، وليس المسجد الأقصى، وليس جدار المكة، وليست كنيسة المهد، وليست كنيسة القيامة، إنما الإنسان هو الأقدس في الكون، ودم طفل صغير يساوي عندي كل مقدساتكم. لماذا أقول ذلك أيها السادة؟ لأن الكعبة بناها إنسان، إبراهيم، والجدار جدار المكة بناه يهودي، وكنيسة المهد بناه مسيحي. أما الإنسان فمن بناه؟ الإنسان هو بناء الله، وملعون من هدم بناء الله، ملعون من يهدم الإنسان. إن أي طفل فلسطيني وأي طفل إسرائيلي وأي طفل عراقي يقتل الآن سيحاسبنا الله جميعا عليه، لأن هؤلاء الأطفال هم تمثال صنعه الله في الأرض، ونحن هدمنا هذا التمثال. أنستطيع أن نعيد لهم الحياة أيها السادة؟ نعم، لو هدمت الكعبة لبناها أبناؤنا، ولو هدم المسجد الأقصى لبناه أحفادنا، ولو هدمت كنيسة المهد أو القيامة لبناها الجيل القادم. أما أرجوكم، لو قتل إنسان من منكم يستطيع أن يعيده للحياة؟ لذلك أنا أحيي أوروبا التي دعتني إلى هذا المكان لأبدأ من خلالكم نداء إن حوار الثقافات يجب أن ينطلق بلا حدود، لنقيم دولا تقوم على أساس مدني، لا على أساس ديني ولا على أساس طائفي. فالدين والطائفة علاقة بينك وبين الله، أما أنا وأنت فنسكن في الأرض بسلام. فلا تجبرني على دينك ولا أجبرك على ديني، فهي علاقة بيننا وبين الله وحده. لذلك تعالوا لنبني جيلا جديدا يؤمن أن الحضارة الإنسانية هي عمل مشترك، وأن المقدس الأكبر في الكون هو الإنسان والحرية بعد الله عز وجل.